وفخور جدا بالوقت اللي انا قضيته هنا. حتى بشكر جدا جدا التنظيم في المغرب، الناس هنا على اعلى مستوى، الاوتيل والسكيورتي كل حاجه على اعلى مستوى. فانا ما فيش بطوله في افريقيا انا قضيتها زي البطوله دي. تصريح خطير من محمد صلاح يفاجئ به المنتخب المغربي بعد خسارة مصر من نيجيريا، ويقصف جبهة مدربه حسام حسن ويعتذر للمغاربة. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وفخور بالمنتخب المغربي فليرجع الإعجاب بهذا الفيديو واكتبوا في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد هزيمة المنتخب المصري من نيجيريا على المركز الثالث، فقد صرح قائد المنتخب المصري محمد صلاح وأدلى بتصريحات مباشرة بعد المباراة وقال: أتحدث اليوم لأن الصمت في هذه اللحظة جريمة، ولأن السكوت عما يحدث خيانة للحقيقة، ولأن ما جرى في هذه البطولة وما قيل بعدها أكبر من مجرد مباراة، وأكبر من مجرد خسارة، وأكبر من مجرد مركز ثالث أو رابع. أنا أتحدث اليوم لأن هناك من يريد أن يحول الهزيمة إلى حرب، وهناك من يريد أن يغطي الفشل بالصراخ، وهناك من يريد أن يحرق كل شيء من أجل أن يهرب من المسؤولية، وأنا لن أكون جزءاً من هذا. أولاً وقبل أي شيء أقولها بوضوح: هذه النسخة من بطولة إفريقيا هي من أفضل النسخ التي شاركت فيها في حياتي، من حيث التنظيم والملاعب والاستقبال والأمن والجماهير، وكل شيء كان على أعلى مستوى. ومن يقول غير ذلك فهو لا يقول الحقيقة. المغرب قدم بطولة عظيمة تنظيميا قبل أي شيء، وقدم صورة مشرفة للكرة الإفريقية والكرة العربية، واستقبل كل المنتخبات باحترام وكرم. نحن منذ اليوم الأول وجدنا بلدا كريما وشعبا محترما، وابتسامات في كل مكان، وملاعب جميلة، وتنظيما يليق ببطولة كبيرة. وأريد أن أذكر الجميع أن الجمهور المغربي ساندنا بقوة في مبارياتنا الأولى أمام جنوب إفريقيا وزيمبابوي في أغادير، وكان يهتف باسم مصر ويشجعنا كأننا منتخبهم، وهذا ليس كلام مجاملة، بل حقيقة يعرفها كل من كان هناك. لكن بعد ذلك انقلب المشهد رأسا على عقب، والناس بدأت تتساءل: لماذا؟ وأنا أقول اليوم لماذا وبكل صراحة: السبب ليس الشعب المغربي، السبب ليس المغرب، السبب ليس الجماهير، السبب هو تصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة صدرت من مدرب منتخب مصر ومن شقيقه تجاه الجماهير المغربية وتجاه البلد الذي استضافنا وكرمنا. وهنا يجب أن أتكلم بوضوح وبلا مجاملة وبلا خوف. ما قيل كان إهانة، وكان إساءة، وكان خطأ فادحا، وكان طعنة في صورة مصر قبل أن يكون مشكلة كروية. طبيعيا جدا أي شعب في العالم عندما يتم التطاول عليه أن يرد الفعل، وهذا ما حدث. الجماهير المغربية لم تبدأ بالإساءة لنا، بل كانت ردة فعل على كلام جارح وغير محترم. وأنا كقائد لمنتخب مصر أقولها بصوت عال: أنا أشعر بالحزن والعار أن يصل بنا الحال إلى أن يخرج مدرب منتخب مصر ليهاجم شعبا عربيا شقيقا وبلدا فتح لنا بيته وملعبه وجمهوره. وأقولها بوضوح أكثر: أنا أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا، ولا يمثلني ولا يمثل لاعبي منتخب مصر، ولا يمثل أخلاقنا، ولا يمثل تاريخنا. أنا أحب المغرب وأحترم المغرب وأحترم الشعب المغربي، وأعرف جيدا قيمة هذا الشعب وقيمة هذا البلد وقيمة هذا المنتخب. المغرب ليس عدوا لنا، المغرب بلد شقيق، والمغاربة إخوتنا، ومن يزرع العداوة بيننا يخدم أعداءنا لا يخدم مصر. نجاح المغرب هو نجاح للكرة العربية كلها، كما أن نجاح مصر أو الجزائر أو تونس هو نجاح لكل العرب. لكن للأسف هناك من يريد أن يحول كرة القدم إلى ساحة شتائم وصراخ واتهامات. وهنا أقول كلمة يجب أن يسمعها الجميع: الخسارة أمام نيجيريا على المركز الثالث مؤلمة نعم، لكن الهزيمة في كرة القدم واردة وليست نهاية العالم، وليست مؤامرة كونية، وليست سببا لحرق كل شيء.
المنتخبات الكبيرة عندما تخسر تعترف وتراجع نفسها وتعمل ولا تبحث عن أعذار ولا تختبئ خلف شماعة التحكيم والمؤامرات. نعم، التحكيم يخطئ، ونعم الكاف يرتكب أخطاء، لكن هل هذا يمنعنا من أن نعترف أننا لم نكن في أفضل حالاتنا؟ هل هذا يمنعنا من أن نقول أننا قصرنا؟ المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة، قدم كرة قدم قوية، استحق الوصول إلى النهائي واستحق أن ينافس على اللقب، وأنا أقولها بكل وضوح وصراحة: أتمنى أن يفوز المغرب على السنغال وأن يتوج باللقب، وأنا سأدعمه وسأشجعه. وهذا الكلام سيغضب البعض، لكن هذه هي الحقيقة. أنا لا أشجع المغرب ضد مصر، أنا أشجع بلدا عربيا شقيقا بعد أن خرجنا من البطولة، وأشجع كرة جميلة وتنظيما محترما وجمهورا عظيما. أما أن نحول الأمر إلى كراهية وشتائم وصراخ فهذا ليس طريق الكبار. والآن نأتي إلى النقطة التي ربما ستصدم الكثيرين بخصوص مدربنا حسام حسن، وأنا هنا أتكلم بكل صراحة وبكل احترام للتاريخ الذي صنعه كلاعب، لكن التاريخ كلاعب لا يعطي أحدا حصانة ليحرق المنتخب وليسيء إلى مصر وليدخلنا في أزمات مع شعوب شقيقة. ما قيل في هذه البطولة من تصريحات غير مسؤولة أساء إلى المنتخب وأساء إلى مصر وأساء إلى صورتنا أمام العالم، وأنا أقولها بكل وضوح: هذه التصريحات لن تمر مرور الكرام، وسيكون لها ثمن كبير عندما نعود إلى مصر. وأنا أعتقد أن مستقبله مع المنتخب أصبح في خطر شديد، وأعتقد أن الإقالة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، لأن منتخب مصر ليس ملكا لأحد. منتخب مصر يمثل دولة كاملة وشعبا كاملا وتاريخا كاملا، ولا يجوز لأي شخص أن يستخدمه لتصفية حسابات أو لصناعة بطولات وهمية أو لإشعال الفتن. نحن كلاعبين نشعر بالخجل، نعم بالخجل، ليس بسبب خسارة مباراة بل بسبب ما قيل خارج الملعب. كرة القدم يجب أن تجمع لا أن تفرق، توحد لا أن تزرع الكراهية، تبني لا أن تهدم. وأنا أقول لجماهير المغرب: شكرا على التنظيم، شكرا على الاستقبال، شكرا على الاحترام، وشكرا على بطولة ستبقى في الذاكرة. وأقول لجماهير مصر: سامحونا على الإخفاق، وسامحونا على الصورة التي لم تكن تليق بكم، وسنعود أقوى، لكن ليس بالصراخ ولا بالاتهامات بل بالعمل. وأقول للاعبي المغرب: أنتم قدمتم بطولة كبيرة، وأتمنى لكم التوفيق في النهائي، وأتمنى أن تفرحوا جماهيركم وأن ترفعوا الكأس. وأخيرا أقول كلمة أخيرة وستغضب الكثيرين: مصر أكبر من أي مدرب، وأكبر من أي لاعب، وأكبر من أي شخص، والمغرب أكبر من أي مباراة، وأكبر من أي جدل، وأكبر من أي محاولة لتشويه صورته. والعرب أكبر من أن يتحولوا إلى أعداء بسبب كرة قدم. أنا محمد صلاح قلت ما عندي وأتحمل مسؤولية كاملة. الصحفي المصري كابتن محمد: أنت اليوم تقول أنك ستدعم المغرب في النهائي رغم أن جماهيرهم كانت تشجع نيجيريا ضد مصر، فكيف تدعم من وقف ضدك وضد منتخبك؟ محمد صلاح: نعم، أعرف أن بعض الجماهير شجعت نيجيريا وهذا مؤلم، لكن السؤال الحقيقي ليس ماذا فعلوا هم، السؤال من الذي دفعهم إلى ذلك؟ ومن الذي حول الأجواء من احترام إلى عداء؟ من فعل ذلك؟ أنتم كصحفيين مصريين قبل أي أحد، ومعكم المدرب حسام حسن بتصريحات غير مسؤولة أشعلت النار، ثم جلستم تلعبون دور الضحية. نحن جئنا إلى هنا فوجدنا ترحيبا وتشجيعا واحتراما، ثم بعد الكلام المسيء تغير كل شيء. فهل تتوقعون من الناس أن تصفق لمن يهينها ويهاجمها علنا؟ ثم أضاف: بدلا من أن تحاسبوا أنفسكم وتبحثوا عن أسباب حقيقية للخسارة، قررتم تحويل الأمر إلى مؤامرة وصراع مع شعب كامل، وهذا هروب من المسؤولية. وقال: المغرب لم يكن عدوا يوما، لكن بعضكم صنع منه عدوا بالكلام والتحريض والضجيج. ثم ختم: من يريد أن يدافع عن مصر فعلا فليبدأ باحترام اسم مصر وصورتها قبل أن يتهم الآخرين ويبحث عن شماعات. وفي الختام يا أصدقاء،
ادعوا معي: اللهم انصر المنتخب المغربي واكتب له التتويج بكأس إفريقيا، وفرح قلوب المغاربة وكل محبيه، واجعل هذا اللقب تتويجا لتعبهم وصبرهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا في التعليقات دائما مغرب.